بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو صغير كده من قناتكم قناة المهاجر. الفترة الأخيرة جات لي بعض الرسائل، ناس حبت تستفسر وبالأخص من دولة السويد، إخواتنا العرب من سوريا ومن العراق. في أخبار تداولت اليومين دول بيقولوا إن في من السهل جدا الحصول على الرخصة البولندية، أو إن إحنا ممكن نبدأ نغير الرخصة بتاعنا اللي خدناها ونبدلها برخصة بولندية. هل ده موضوع حقيقي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اخر الاخبار؟ عايزين تعرفوا كل ده واكتر؟ يا ريت تتابعونا مع قناتكم قناة المهاجر. زي ما عودناكم دايما قناة المهاجر بيكم وليكم، دايما بتكونوا على موعد مع الحدث. عودتكم دايما ان انا اقول لكم الاخبار اول باول. عايز اقول لكم ان الموضوع كله موضوع من وحي الخيال. مفيش حاجة اسمها انك تقدر او انت تقدري تحصلوا على الرخصة هنا البولندية، حتى لو كنتم مقيمين في احدى الدول الاوروبية او معاكم الجنسية، وبالاخص في دولة السويد. الناس كانت بتسأل، احنا عراقيين او احنا سوريين وموجودين في دولة السويد ومعانا حتى الجنسية السويدية، هل فعلا يا ترى يا عمر نقدر نحصل على الرخصة البولندية سهل كده؟ لا، ده في اجراءات وفي اوراق وفي حاجات كتير جدا. باختصار هقول لكم، نقلب الآية بالعكس. لو انتم موجودين في السويد وعايزين تقدموا على الرخصة السويدية، هل الموضوع سهل؟ من غير إقامة، من غير إجراءات، من غير عنوان، من غير سكن، من غير حتى فيزا موجودة معاك، من غير الموضوع كتر دلوقتي زيه زي موضوع عقود العمل أو تصريح العمل. الموضوع أصبح حاليا دلوقتي بالنسبة لبولندا للمافيا اللي موجودين، يعني البيضة اللي بتبيض ذهب. فعودتوا دايما وعودتكم وتعودتوا مني ان انا اقول لكم الصراحه، بس عايزين ان شاء الله تعرفوا الاخبار وتعرفوا كل حاجه. معلومات مش بس حصريه، لا، كل حاجه بالتفصيل. ان شاء الله تابعونا في القريب العاجل، هيكون في فيديو مفصل ان شاء الله هسرد فيه كل حاجه بالنسبه لموضوع الرخصه للناس اللي جايين من سوريا او من العراق ومقيمين في احدى الدول الاوروبيه والاكثر في السويد. كمان موضوع تصريح العمل او عقود العمل، ان شاء الله هربط الاتنين ببعض لان هما مربوطين ببعض. ده عباره عن مافيا موجوده للاسف، موجوده اليومين دول. فارجوكم حذروا، ارجوكم احترسوا. ولو عايزين المزيد ارجو ان شاء الله سبسكرايب والاعجاب، ونضغط على زر الجرس ونفعله عشان يوصلكم كل جديد، لان ان شاء الله قناة المهاجر بيكم وليكم. ما تنسوش ان شاء الله تشاركوا الفيديو لو عجبكم المحتوى. ان شاء الله خليكم معنا باتصال. اشوفكم على خير ان شاء الله.